شباب اولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مايكل عاطف من قناه هنذاكر ماس. النهارده هنحل التقييم بتاع الاسبوع الخامس. هنبدا يلا كده مع بعض بموديل 1. بس قبل ما نبدا ما تنساش طبعا يبقى معاك الكالكوليتور ومعاك ورقه وقلم عشان خاطر ايه تبقى شغال معايا واحنا بنحل. يلا بينا نبدا. اول سؤال معانا بيقول لك اف ان ماتريكس الاي عباره عن 0 و1 و1 ونيجاتيف 1، وماتريكس البي عباره عن 1 و0 ونيجاتيف 2 و2. هو عاوز ايه؟ عاوز منك البي اي بلس الاي باور 2. طيب هي لها طريقتين، يا اما نشتغلها بدماغنا يا اما بتشتغلها بالكالكوليتر. بالنسبه للكالكوليتر انا منزل لك في فيديو يبقى يحل لك كل الماتريكس دي بالكالكوليتر. بس لا، تعالى نشوف لو انا كنت اشتغلها بايديا هنعمل ايه بالظبط. اول حاجه هو عاوز البي اي، تجيب اول حاجه البي تايمز الاي، ادي بي اي ايكوال البي عباره عن 1 و0 ونيجاتيف 2 و2، والاي اللي هي عباره عن 0 و1 و1 ونيجاتيف 1 ايكوال. قلنا عشان خاطر نقدر نعمل تايمز لاي تو ماتريسيز قلنا لك لازم يكونوا ان الكولوم بتاع الفيرست ماتريكس ايكوال النمبر اوف الرو بالنسبه للسكند ماتريكس. مش فاهم قصدي؟ هات لي الاوردر كده بتاع اول واحده دي، هتقول لي يا مستر 2 باي 2. هقول لك الثانيه هتقول لي برده 2 باي 2، هقول لك تمام. هقول لك الاثنين اللي في النص دولت ايه؟ ايكوال، صح؟ قلت لك كانك بقى مش شايفهم، طالما ايكوال يبقى انا هقدر اعمل تايمز. والماتريكس الجديده هيكون الاوردر بتاعها الاول اللي هو تايمز الاخير، يبقى دي برده طالعه هي بالفعل تايمز بتاعها 2 باي 2. طب كمل كده يا مستر. قلنا ازاي بنعمل مالتبلاي لتو ماتريسيز؟ قلت لك بنعمل الرو تايمز الكولوم. يلا بينا 1 باي 0 ب 0، اوكي، و0 باي 1 برضه ب 0، يبقى الناتج النهائي بتاعهم ب 0. طب هنعمل ايه تاني؟ هتدخل في الرو في السكند كولوم 1 باي 1 ب 1 و0 باي نيجاتيف 1 ب 0، يبقى الناتج ب 1. كمل. نيجاتيف 2 هتاخد بقى دلوقتي السكند رو، نيجاتيف 2 باي 0 ب 0 و2 باي 1 ب 2، يبقى البلس بتاعهم ب 2. نيجاتيف 2 باي 1 بنيجاتيف 2 و2 باي نيجاتيف 2 برضه بنيجاتيف 2. طب نيجاتيف 2 ماينس 2 بنيجاتيف 4. كده دوت البي اي. طب الاي باور 2، سامع كانت بتقول ايه؟ هعمل الاي هعمل ده باور 2 ده باور 2 ده باور 2 ده باور 2. غلط. احنا قلنا في الباور 2 ما نقصدش بيها ان احنا نعمل سكوير للاليمنتس كلها الموجوده انسايد الماتريكس. امال ايه؟ احنا نقصد بيها هي عباره عن الاي تايمز الاي. مش فاهم قصدك؟ يعني هنزل دلوقتي ماتريكس الاي اللي هي عباره عن 0 و1 و1 ونيجاتيف 1 تايمز برضو ال0 وال1 و1 ونيجاتيف ال1. تمام. اعمل برضو نفس الكلام، هتجيب الاوردر دي 2 باي 2 ودي 2 باي 2، الاثنين اللي في النص زي بعض اهو، وادي 2 باي 2، الاثنين هم اللي في النص برضو زي بعض يبقى برضو نفس الكلام يطلع برضو لازم الاوردر بتاعها 2 باي 2. قلنا ازاي بنعمل المالتبلاي تاني؟ رو تايمز الكولوم 0 باي 0 ب 0 1 باي 1 ب 1، البلاس بتاعهم ب 1. again الفيرست رو تايمز السكند كولوم 0 باي 1 ب 0 1 باي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1، البلاس بتاعهم يطلع بنيجاتيف 1. again هدخل دلوقتي على السكند رو 1 باي 0 ب 0 ونيجاتيف 1 باي 1 يبقى بنيجاتيف 1، 1 باي 1 ب 1 ونيجاتيف 1 باي نيجاتيف 1 ببوزيتيف 1، يبقى البلس بتاعهم ب 2. كده يا مستر انا جبت اهوت البي اي وجبت اي باور 2. هو عاوز يعملهم هما الاثنين ايه؟ بلس. اتفقنا عشان خاطر بقى كنا نعمل بلس او اد بمعنى اصح لاي تو ماتريسيز كنا بنقول لازم يكونوا بقى ذا سيم للاوردر. هو ده بقى كان المقصود بيه كلمه ذا سيم للاوردر. الخلاصه هتعمل الماتريكس دي بلس دي، يعني دلوقتي البي اي بلس الاي باور 2 بايكوال هتعمل 0 بلس 1 ب 1، 1 بلس النيجاتيف 1 ب 0، 2 بلس نيجاتيف 1 ب 1، نيجاتيف 4 بلس 2 بنيجاتيف 2. طبعا كلها ايه حسبه بالكالكوليتر. ده كده بالنسبه لإيكويشن نمبر 1. حاول برضو تبقى ايه تحله تاني كده لوحدك. طيب equation نمبر 2 بيقول لك solve. اول لما يبدا يقول لك كلمه solve اعمل حسابك ان انا لازم يكون معايا كام حاجه؟ 6 حاجات. ايه هما؟ لازم يكون معايا 3 angles، لازم يكون معايا 3 lengths of a side. مش فاهم قصدك؟ تعالى كده نشوف. بيقول لك solve ازاي الرايت انجل ترينجل اسمه اي بي سي at البي. يعني دلوقتي عندي اهوت رايت ترينجل بالشكل ده، قال لك رايت في مين؟ في البي، ادي البي، واحط هنا الاي واحط هنا السي.
كم؟ قال لك ان البي سي ب 3 اهي ب 3 والاي سي ب 5 اي سي ب 5 بس كده. هو مدي لك كام حاجه؟ هو مدي لك 3 اللي هم مين؟ اقول لك انا اهوت عشان انا عارف. هو مدي لك دلوقتي ادي اي سي ب 5 ومدي لك بي سي ب 3 ومدي لك الانجل البي ب 90. كام حاجه دول؟ 3. كده ناقصك كام حاجه؟ هتقول لي برضو 3 اكيد طبعا. اللي هم مين؟ هتقول لي يا مستر هو كده ناقصني الاي بي، هقول لك تمام، وناقص لك انجل الاي وناقص لك انجل السي. كده انت بتفهم ماشي. هما دلوقتي ال6 حاجات هو اوريدي لازم يكون مديني في الجيفن 3 وانا هستنتج ال3 التانيين. طب هتعمل ايه بقى باختصار؟ لخص كده الدنيا. حاضر، احنا اتفقنا دوت رايت ترينجل. طالما رايت قلنا بنشتغل اي سايد ناقص بنجيبه عن طريق بايثاغورس. طب بمعنى انا دلوقتي عايز اجيب مين؟ انا دلوقتي يا مستر عايز اجيب الاي بي. الاي بي دوت هو عباره عن سايد ولا عباره عن الهايبوتنس؟ قلنا دوت يا مستر عباره عن السايد. طالما سايد كان ايه اللو بتاعه؟ كان بيقول لك عباره عن السكوير روت الهايبوتنس باور 2 ماينس السايد التاني باور 2. الخلاصه دي هتطلع ب 4 سنتيمتر. ايه ده؟ بس كده؟ بس كده. اكتب ادي فوق. طب يا مستر الانجل بقى، انت يا مستر زمان احنا كنا شغالين في اعدادي كان اي انجل ناقصه كان بيكون اقل حاجه لازم يكون فيه 2 عشان نقدر نجيب التالتة. هقول لك كلامك مظبوط. طب هو دلوقتي مش مديني غير واحده. هقول لك بقى ما انت اخدت الساين رول والكوزاين والتان والسيك والكوسيك والكوتان، هشتغل باي واحده فيهم. فاغلب شغلنا يعني بنكون شغالين على اول 3 اللي هم كانوا الاساسيين اللي هو الساين والكوزاين والتان. طب ماشي، انا دلوقتي مثلا عايز اجيب ساين السي او اجيب الانجل السي. اهي السي هتجيبها ازاي؟ اوريدي انت معاك الاوبوزيت ومعاك الادجيسنت ومعاك الهايبوتنس. بس انا هقول لك على حاجه، اللي انت جبته مين؟ اللي انت جايبه ده صح؟ ما تشتغلش بيه. ليه؟ عشان خاطر سيادتك لو انت كنت جبته غلط ما تشتغلش على الغلط. مش فاهم قصدي؟ هقول لك دلوقتي. يعني مثلا دلوقتي اوريدي انا معايا السايد ده ومعايا الهايبوتنس صح؟ السايد ده بالنسبه للسي هو مين؟ الانجل السي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الادجيسنت. يبقى انا كده اشتغل عن طريق قانون الكوزاين. تمام جدا. كوزاين السي ايكو قلنا عباره عن الادجيسنت اوفر الهايبوتنس يعني 3 اوفر ال 5. يبقى انجل السي عباره عن ايه؟ هتدوس سيادتك عادي كده على الكالكوليتور شيفت كوزاين ال 3 اوفر ال 5 ودوس ايكو ودوس على ال 3 كاما اللي هي دي. طلعت بكام؟ طلعت لك اهي 53 ديجري و7 minute و49 سكند. بس يا سيدي. طب انت ليه يا مستر كنت بتقولي ما اشتغلش دي؟ قلت لك بقى لو انت كنت هتشتغل على دي كنت هتستعمل قانون ايه؟ الساين مثلا اللي هو عباره عن الاوبوزيت اوفر الهايبوتنس كان صح. بس انا بقول لك عشان حتى لو انت كنت جبت الفور دي غلط ما تكونش اشتغلت كمان وتعمل سبستيوشن غلط وتجيب كمان انجل غلط. فهمت قصدي؟ بس. طيب كده يا مستر طب ناقصني الايه. الايه بقى اللي معاك دي انت كده معاك مين؟ الاوبوزيت ومعاك الهايبوتنس. عايز تجيبها عن طريق كده تمام. عايز تعمل بقى تشتغل على القوانين بقى بتاعتك اللي هو اوريدي انت عارف ان السم اوف الانتيريور انجلز ان التريانجل بيكوال 180 ديجري. فهتعمل 180 ماينس البلس بتاع اللي انت لسه جايبها وال 90 صح. عاوز تجيب عن طريق الكوزاين او الساين او ايا كان او حتى التان برضه صح. طب ايه مين اللي فيهم مستر يكون افضل؟ برضه الافضل ان انا اكون جايبها برضه عن طريق الساين رول لسبب واحد، لان زي ما قلت لك ممكن تكون جبت برضه الانجل غلط فما تشتغلش على الغلط، وكل الطرق بتودي لنفس الطريق وبنوصل وهي نفس الستبس. طيب هنا اهوت انا هستعمل الساين رول بالنسبه لي الايه هتكون بايكوال زي ما انت لسه قايل الاوبوزيت اوفر الهايبوتنس يبقى 3 اوفر ال 5. هدوس المره دي شيفت ساين ال 3 اوفر ال 5 ادوس 3 كاما طلعت لي بي 36 ديجري و52 مينت و12 سكند. اعتقد الكلام اهوت لحد هنا الامور واضحه وما كانش فيه صعوبه. طب واحده كمان ونفس الكلام زيها بالظبط. كويشن نمبر 3 برضو معانا بيقول لك برضو ان هو رايت تريانجل بس اهم حاجه رايت في مين؟ في البي. يبقى الانجل البي هي دي اللي ب 9.
عشان خاطر انا هو ببقى محدد الرسمه بناء على كده. ادي اهوت الترينجل، وادي اهوت هو رايت هنا عند البي برضه، هو اللي قال لي بقى احط اهم حاجه الاي واحط السي. قال لي اي بي ب 10 تمام، قال لي بي سي ب 24، كده ناقصني الاي سي. على فكره الرسمه هي اللي هتوضح لك بسرعه بقى. كده ناقصني يا مستر الاي سي. هقول لك تمام، الاي سي ده بيمثل لنا ايه؟ ايوه شاطر، بيمثل لي هايبوتنس. طب ايه اللو بقى بتاع الهايبوتنس؟ الهايبوتنس هو هنا بعمل بقى بلس للسكوير بتاع التو سايد، ما هعمل 24 باور 2 بلس 10 باور 2. تعالى نحسبها كود مع بعض على الكالكوليتور. روت 24 سكوير بلس 10 سكوير طلع بيكوال 26 سنتيمتر. كده انا جبت مين؟ الاي سي. كده ناقصني انجل الاي يا مستر، وناقصني برضه انجل السي، زي ما قلت لك اوريدي انا خلاص جبت دي مش هحطها على الرسم. عايز انجل السي. كده مين اللي معاك؟ معايا مستر الاوبوزيت ومعايا الادجيسنت. هقول لك صح. مين القانون اللي انت واخده في البيزك تريك في الاوبوزيت وفي الادجيسنت؟ يس، قانون التان. يبقى انا دلوقتي تان السي ايكوال الاوبوزيت اللي هو ب 10 اوفر الادجيسنت اللي هو ب 24. يبقى كده الانجل السي بايكوال، هنعمل شيفت تان عشان دي تان، شيفت تان ال 10 اوفر ال 24 وادوس ايكوال وبعدها 3 كوما، تطلع لك بايكوال 22 degree 37 minute. طيب عايز اجيب كمان الاي. برضو الاي لو انا واقف هنا هتكون برضو اللي معاك الاوبوزيت ومعاك الادجيسنت، برضو ده قانون التان. بس خلي بالك تاني الاي هتكون العكس، عشان ما تقوليش ما كده هي نفس الانجل. هقول لك لا، هنا مين اللي اوبوزيت بالنسبه لها؟ هيكون ال 24، ومين الادجيسنت؟ هيبقى ال 10 عكس السي. بص السي كانت عكس الفراكشن. تمام جدا. يبقى كده انجل الاي بايكوال شيفت تان برضو هتبقى 24 اوفر ال 10، وتدوس برضه على 3 كوما بعد ما الناتج يطلع تبقى ب 67 degree 23 minute. لحد هنا الامور اهي انا شايف ان هي كويسه والوضع يعني مش صعب. طيب question number 4. معاك فيكتور ال A معاك فيكتور ال B، عاوز النورم اوف فيكتور ال A B. ازاي اجيب النورم اوف الفيكتور A B؟ اول حاجه سيادتك هات لي الفيكتور ال A B. ازاي يا مستر اصلا هجيب فيكتور الاي بي؟ باختصار خالص تعمل التاني ماينس الاول، يعني يبقى عباره عن البي ماينس الاي. برضه ما فهمتش قصدك. البي اهي ب 6 و7 ماينس الاي اللي هي ب 2 و4. هات لي الاوردر ديبير بتاعهم زي ما كنا، ونرجع تاني لاول لسه. هتعمل 6 ماينس 2 ب 4، تعمل 7 ماينس ال 4 ب 3. هقول لك دلوقتي النورم. اوريدي كده المسألة بقت دايركت ما كانش فيها صعوبة. هتقول لي يا مستر هي عبارة عن سكوير روت x باور 2 بلس y باور 2. x باور 2 بلس y باور 2 هتطلع بإيكوال ال 5 length unit. الوضع كده تمام جدا. آخر مسألة question number 5 دي على فكرة مسألة مشهورة جدا في علم الامتحانات. بيقول لك ABCD is a parallelogram where معاك point A و B و C وهو عاوز منك ال D. المسألة دي أنت كنت بتاخد لها طرق كتير جدا في إعدادي، وأخدت لها طريقة برضو أنت أسهل في ثانوي. تاني إحنا أخدنا لها طرق كتير جدا فين؟ في إعدادي، وكان لها حل طويل. كانت بتاعت ال distance between two points والميد بوينت صح. بس احنا هنشتغل نقط عن طريق الفيكتورز. اوكي، هنا هو السؤال ده هيكون معتمد على رسمتي عشان ابقى فاهم الدايركشن، لان احنا زي ما اتفقنا اي تو فيكتورز لازم عشان يكونوا ايكوال لازم يكونوا equals in the length او الماجنتيود and the same direction. طيب انا دلوقتي اسمه A B C D is a parallelogram. ادي A B C D تمام جدا، ومديك ال A وال B وماشي وات ايفر. انا دلوقتي عايز اجيب بوينت دي ازاي؟ ركز بقى معايا. كانت في من البروبرتيز بتاعت الباراليلوجرام ان H2 opposite sides are equal in the length وال H2 opposite sides are parallel، يعني هيكونوا equal. فاوريدي انا خلاص حددنا الدايركشن. بمعنى انا لو قلت دلوقتي AD مين اللي هيكون زيه في الفيكتورز؟ يعني اهوت AD فيكتور
هيكون ايكوال لمين؟ هتقول يا مستر هو اللي قصاده البي سي وهو قده، هتقول بي سي بقى ولا سي بي؟ لا هقول بي سي عشان يبقى نفس الدايركشن بتاع الاي دي، يبقى ايكوال الفيكتور البي سي. كده المسألة على فكرة اتحلت خلاص. ازاي؟ هقول لك ازاي. قلنا ازاي بنفك الفيكتور، لسه قايلها لك فوق، نعمل التاني ماينس الاول، دي ماينس الاي بيكوال السي ماينس البي. الدي يا مستر هي دي اللي انت اصلا عايز تجيبها، سيبها. او خلينا الاول من هنا، الدي اهيت هو انا عاوزها هسيبها. ومين اللي هتروح هناك؟ الاي هتروح هناك بالايه؟ هي نيجاتيف تروح بالبلس، يبقى السي ماينس البي هتنزل بلس الاي. المساله كده على فكره اتحلت. ازاي؟ السي اوريدي عندك بكام؟ فين السي؟ اهي ب 2 4 ماينس البي معاك بكام؟ ب 1 و2 بلس ماشي بلس الاي معاك بكام؟ ب 0 و2. المسألة كده خلصت. هعمل الإكسات مع بعض وأعمل الواي مع بعض. مش فاهم. 2 minus 1 ب 1 بلس 0 ب 1. 4 minus 2 ب 2 بلس 2 ب 4. يبقى الناتج النهائي ب 1 و 4 دوت الأوردر ديبيت. دوت كان بالنسبة لمين؟ لموديل 1. تعالى كده هنشوف موديل 3. هسيب لك أنت تبقى تحل موديل 2 وهدخل أنا دلوقتي وهحط في موديل 3. أوكي؟ طيب يقول لك اف ماتريكس ال A وماتريكس ال B عاوز يعمل B باور 2 بلس ال BA. هتعمل ايه؟ زي ما اشتغلنا في اول موديل، قلت لك هتجيب اول حاجه ال B باور 2. يعني ايه B باور 2؟ قلنا ان هتعمل ماتريكس ال B تايمز نفسها مرتين كده. B باور 2 ايكوال B باي B ايكوال ال B 2 1 نيجاتيف 1 1 ملتبلاي نفسها 2 1 ونيجاتيف 1 1. اتفقت معاك، قلت لك ازاي بنعمل تايمز، قلت لك بنعمل الرو ملتبلاي كولوم، رو ملتبلاي كولوم. 2 باي 2 4 1 باي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1 يبقى 4 ماينس 1 يس ب 3. again 2 باي 1 ب 2 1 باي 1 ب 1 2 بلس 1 برضه ب 3. اخش تاني على الرو نيجاتيف 1 باي 2 بنيجاتيف 2 1 باي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1 بقت نيجاتيف 2 ماينس 1 نيجاتيف 3. again negative 2 by 1 negative negative 1 by 1 بنيجاتيف 1 و1 by 1 ب 1 يبقى بزيرو. فاهم حاجة؟ ماشي. البي A هتعمل ايه اول حاجة؟ ماتريكس البي 2 1 ونيجاتيف 1 و1 تايمز الاي كام؟ 0 و1 ونيجاتيف 1 و0. اهم حاجة احنا اوريدي بنعمل تيست عن طريق ايه؟ زي ما قلت لك عن طريق الاوردر، عشان لو مش هينفع خلاص. فاحنا اوريدي خلاص احنا عرفنا وعملنا التيست من البدايه. هتعمل برضو الرو تايمز الكولوم 2 باي 0 ب 0 1 باي نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1 2 باي 1 ب 2 1 باي 0 ب 0 يبقى الناتج ب 2. خش على السكند رو نيجاتيف 1 باي 0 ب 0 1 باي نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 باي 1 بنيجاتيف 1 1 باي 0 ب 0 يبقى الناتج بنيجاتيف 1. الحمد لله جبناهم. هو عاوز نعمل لهم هما الاثنين ايه؟ بلس، يبقى 3 بلس النيجاتيف 1 تطلع ب 2 و3 بلس 2 ب 5 ونيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 1 بنيجاتيف 4 و0 بلس النيجاتيف 1 بنيجاتيف 1. هي دي كده هيكون السم بتاع التو ماتريسيز لما نعمل البي باور 2 بلس البي اي. تعال ندخل في equation نمبر 2. بيقول لك solve the right angle triangle ال ABC زي ما اتفقت معاك هنرسم على طول وبندخل في الديتيلز دايركت. ادي اهو رايت اد مين؟ قال لك برضه اد البي، حط الاي حط السي. قال لك بي سي ب 8، قال لك اي سي ب 17، قال لك اوريدي سولف، قلت لك هات كل الحاجات اللي ناقصه. اوريدي عايز مني اي بي، الاي بي بيمثل لك سايد ولا هايبوتنس؟ شاطر سايد. طالما سايد يبقى عباره عن الروت الهايبوتنس سكوير اللي هو 70 روت 17 باور 2 ماينس ال 8 باور 2. الكلام ده كده كله بإيكوال ال 15 سنتيمتر. بعدها عاوز انجل السي وانجل الاي زي ما اتفقت معاك. قلت لك لو انا عايز انجل السي مين اللي معايا كده بيمثل لي؟ اهو لو انا واقف هنا يبقى انا معايا كده الادجيسنت والهايبوتنس، ده قانون الكوزاين. شاطر. يبقى كوزاين سي ايكوال 8 over 17. يبقى انا انجل السي هعمل شيفت
كوزين ال 8 over ال 17 وادوس equal اس دي سوري 3 كام تطلع ب 61 degree 55 minute 39 second. تعال نشوف كان كوزين ال A equal ال opposite over ال hypotenuse ال 8 over سوري دي ساين ساين ال A عبارة عن ال opposite over ال hypotenuse 8 over ال 17. يبقى أنا كده عايز أنجل ال A equal هتعمل shift بس المرة دي إيه؟ ساين 8 over ال 17 equal ودوس 3 كاما طلعت ب 28 degree 4 minute و 20 second. أعتقد دوت الموضوع ابتديت تتعود عليه. تعال نشوف question number 3 بيقول لي solve the right برضه angle triangle. يبقى زي ما اتفقت معاك اوريدي هقوم راسم برضه اهوت الترينجل دايركت. قال لك برضه رايت عند البي ادي البي قال لي ادي بي ادي الاي ادي السي. الاي بي ب 24 البي سي ب 7 عاوز مني اكيد طبعا كده الاي سي دوت السايد اهوت الناقص الاولاني دوت هايبوتنس ولا سايد دوت يا مستر هايبوتنس. ايش عرفك شاطر الناس اللي هي اللي تايهه دي بتشوف الانجل 90 اهي مين اللي قصادها هو ده يبقى هو دوت الهايبوتنس. اوكي طيب هيبقى روت بيبقى عباره عن ايه الهايبوتنس السم بتاع السكوير بتاع التو سايد. ازاي هعمل سكوير روت 24 سكوير بلس 7 سكوير ايكوال طلعت ب 25. اوكي كده انا جبتها الحمد لله ب 25 يس. اقدر دلوقتي اشتغل عشان اجيب كمان انجل السي لو انا هجيبها واقف هنا يبقى انا كده معايا الايه مين الادجيسنت ومعايا الاوبوزيت. ايه اللي انا حافظه وانت حافظه في الاوبوزيت وفي الادجيسنت التاني يبقى تان اي السي عباره عن الاوبوزيت بكام اهو السي اهي الاوبوزيت يعني اللي قصادها 24 اوفر 7 هتعمل على طول انت شيفت تان 24 اوفر 7 دوس ايكوال 3 كاما 73 degree 44 minute. تمام جدا. طيب يا مستر انت كده جبت السي ومعاك البي ناقصني الاي برضو لو انا واقف هنا كده معايا برضو الادجيسنت معايا الاوبوزيت. طيب يبقى برضو مين التاني بس تاني الاي بايكوال مين الاوبوزيت هنا العكس هنا ال 7 اوفر ال 24 هنا ال 7 هي اللي اوبوزيت ليه يبقى انجل الاي بايكوال شيفت تان نفس الكلام بس المره دي هتبقى ال 7 اوفر ال 24 طلعت و 3 كاما طلعت ب 16 degree 15 المينت. تمام جدا. طيب معايا فيكتور A question number 4 معايا فيكتور A معايا فيكتور B عاوز نورم فيكتور A B هتجيبه ازاي؟ قلت لك الاول هات لي فيكتور ال AB اتفقت معاك عباره عن ايه فيكتور A B قلت لك التاني ماينس الاول B ماينس ال A ال B اللي هي ب 8 وال 6 ماينس ال 4 وال 3 تطلع بايكو 8 minus 4 ب 4 6 minus ال 3 برضه ب 3 يبقى أنا عايز أجيب النورم بتاع الفيكتور ال A B equal square root x باور 2 plus y باور 2 x اللي هي 4 باور 2 plus ال y باور 2 3 باور 2 الناتج هنا يطلع ب 5 length unit. آخر سؤال معانا وهو عبارة عن برضو الباراليلوجرام زي ما اتفقت معاك هرسمه على طول. ادي A B C D عاوز هو مين؟ عاوز بوينت دي زي ما اتفقت معاك قلت لك انت خدنا لها طرق كتير جدا بس احنا هنشتغل عن طريق الفيكتورز ودي اسهل طريقة وافضلهم اوريدي لازم يكون سيستم الدايركشن A D B C هم اتفقنا من البروبرتيز بتاعت الباراليلوجرام من تاني من البروبرتيز بتاعت الباراليلوجرام ان H2 opposite sides are equal in length وكان بيكونوا parallel وانا طبعا بحدد طبعا الدايركشن بناء على مزاجي بس طبعا لازم يكونوا الاثنين في نفس الدايركشن فانا اوريدي لما اقول AD يبقى لازم يكون التاني BC ما ينفعش اقول CB يبقى هم كده مش equal او بمعنى صح مش هيكونوا equivalent لبعض. اوكي يا مستر كده معايا AD هتكون بايكوال البي سي
مسألة يعتبر خلاص كده على فكرة خلصت. هعمل التاني ماينس الأول، أدي دي ماينس ال A إيكوال التاني ماينس الأول C ماينس ال B. قلت لك أنا مودي النيجاتيف A كمان هناك لأن أنا أوريدي عايز ال D، يبقى ال D بقت بإيكوال ال C ماينس B بلس A، يبقى ال D بإيكوال ال C عبارة عن إيه؟ 3 و 4 أهو، ماينس ال B بكام؟ ب 0 و 2 بلس ال A بكام؟ ب 1 و 5 ايكوال، يلا 3 ماينس 0 ب 3 بلس ال 1 ب 4 ادي 4 4 ماينس 2 ب 2 بلس ال 5 7. يبقى الانسر ان هي عبارة عن ايه؟ 4 و 7. كده الحمد لله نكون خلصنا حل التقييم بتاع الاسبوع الخامس. احب اقول لك في النهاية كان معاك مستر مايكل عاطف من قناة هنذاكر ماس. سلام.